قلت اعمل حبة كده خضار كده بالفرخة اللي عندي. جايبة فراخ كده بلدي تحفة، وبقالنا كده يجي 4 5 ايام كده نعمل كل يوم 2 محشيين وناكلهم كده يعني. بحشيهم بنحبهم محشيين. فجيت على دي بقى وبتاع اخر واحدة قلت لا بقى خلاص نعملها بقى كده بحبة خضار كده وادخلهم الفرن، وعلى طول والله ريحتهم تحفة تحفة. يعني هي تعتبر ورقة لحمة، ورقة فراخ، ورقة لحمة بالخضار، فراخ بالخضار، يعني يسموها زي ما تسموها كده. حاجة كده زبدة زبدة، وما بتاخدش وقت ولا مجهود منك خالص. كله كده وارمي يا ست الكل في الفرن. والله العظيم ما بحاجة كده سريعة، يا ريت كل الأكل والطبيخ كده. مفيش حاجة يعني مفيش وقت يعني الواحد يعمل حاجة أو بتاع، بنقوم متأخرين وكده يعني. فالأكلة النهاردة كانت سهلة جدا يعني. دي كوسة مخرطاها، وعلى بصلتين كده قطعتهم 4 كده، على جزر، على فلفل ألوان أخضر، على حبة فاصوليا صغيرين عليهم، وبطاطساية كده رحت مخرطاها وبس. ودي الفرخة هحطها ومعايا الصينية بتاعتي، وهحط ورق الفل الحراري عليهم او الفوم زي ما انتوا بتسموه. هحطه كده وهلفه، وبعدين هحط عليه ورق زبدة طبعا علشان غلط، ورق الزبدة عليه. واعمليها بقى باللحمة، اعمليها بالفراخ براحتك انتي، فبتبقى طعمها تحفة. وهنحط بقى الخضار كله فيها. دي كمان تنفع للي بيعملوا رجيم قوي، يعني حلوة قوي. انا ما حطيتش برضو فيها زيت ولا حاجة ولا سمنة ولا اي حاجة. دي طماطم انا كنت مسبكاها عندي في الفريزر، بس محطوط لها يعني حبة زيت بسيط بسيط جدا، لان يعني بسبك الحاجة كده يعني. انا ما بحبش احط صلصة، عايزة تحطي صلصة حطي، انا ما بشتريش الصلصة. تلاحظوا ان انا ما بشتريش صلصة ولا مرقة دجاج ولا الحاجات دي كلها، ما بستعملهاش يعني. هنا توم بودر، بتاع دوت حبهان، ملح، فلفل، ورق غار. الحبهان هنا بحب احطه صحيح. في التوم البودر بقى بصوا انا عاملاه في البيت، بس يوميها ما تصورش فعلا، كنت عامله كميه حلوه قوي. ده ريحته فظيعه، ريحته فظيعه يا جماعه والله. هنا بقى الحاجه كده معلقه عسل نحل، يا لهوي بقى، يا لهوي بقى، كلي بقى. حاجة كده ما وصفتش، معلقة عسل نحل مع كل ده وقلبيه. عايزة تحطي صلصة انا بقولك حطي معلقتين 3. انا هنا التسبيكة بالطماطم بتديها طعم جميل جدا، وقلبيهم على بعض. وهنحط الفرخة فوق الوش، يعني هنعملها كده فوقيها، نديها كده غطسة كده عشان تاخد من المكونات كلها ومن التوابل. انا مشغلة الفرن على 180 وبس، وهقفل عليها واسيبها. ما خدتش ساعة، وساعة و10 دقايق كده جوه، فكل واحد حسب الفرن بتاعه. وبعدين هنشوف بقى، نفتح وهنشوف هنعمل، نشغل الشواية كده شوية وخلاص. عايزة بقى تاكليها بالعيش كليها، عايزة تعملي حبة سلطة وبعيش ماشي، عايزة تعملي حبة رز بشعرية. انا عملت حبة رز بشعرية بس ما صوروش علشان ما، طبعا كلنا عارفين الرز بالشعرية بيتعمل ازاي يعني. كانت تحفة والله حقيقي، وسهلة وسريعة وما بتاخدش مجهود خالص. بس كده قفلتها من كله عشان ومش يعني مش هعمل فتحات للورق ولا حاجة، مش هعمل لها فتحات، لا. انا خليها كده مقفولة عشان تاخد كل البخار والسوى، وهدخلها الفرن. هنا هي طلعتها، طلعت كده بصوا، زبدة، حاجة كده زبدة والله العظيم. كده انا بوريها لكم، اولع بس عشان اشغل الشواية عليها، هتاخد بس وش كده علشان تتحمر لي من فوق وبس.
وخلاص. جميلة جدا وسريعة جدا وطعمها تحفة قوي. جربوها، مش هتاخد منكم وقت اذا كانت على اللحمة او على بالفراخ، يعني الاتنين. بصوا، اعملي بقى جنبها رز بشعرية، رز عادي، حبة سلطة، فبراحتك انتي بقى. بس دي كانت اكلتنا النهاردة وجميلة جدا. وما تنسناش بقى في اللايك والشير وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.